تم استدعاء مدرب منتخب تنزانيا عادل عمروش من طرف الكاف للمتول أمام لجنة الأخلاقيات، وذلك بسبب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة ضد نظيره المنتخب المغربي ومكوناته والمسيئة للكرة الأفريقية. وجاءت تصريحات المدرب بشكل علني حيث قال أن المنتخب المغربي هو من يدير مبارياته القارية من خلال برمجة المباريات كيفما شاء، ويستطيع التحكم في قرارات التحكيم والملعب الذي يلعب فيه. في هذا الصدد شن الجمهور المغربي والإعلام غضبا شديدا تجاهه، متهما أنه متهور في تصريحاته ولا صحة في كلامها، وتهمه البعض أنه مرسل من بعض الجهات التي تريد التشويش على سمعة الاتحاد المغربي الذي يرأسه السيد فوزي القجع. ومن المنتظر فرض عقوبات قاسية على المدرب، خاصة وأن الاتحاد التنزاني تدخل في القضية، وصرح رئيسه إنه سيتم العمل على هذه التصريحات الصبيانية الذي قد تأجج باستقالته مبكرا، خصوصا وأن الاتحاد التنزاني تجمعه علاقة كبيرة مع الاتحاد المغربي.